15 من شباط، هل كان مؤامرة دولية أو مبتغى أوجلان وتركيا؟ مرت 23 عاما على عودة عبد الله أوجلان لحضن تركيا في 15 من شباط 99، ولم تتضح حقيقة الكثير من الأحداث لغاية الآن، سواء قبل عودة أوجلان لتركيا أو بعدها. فأحداث ما قبل شباط وما بعد 15 منه يعرفها أوجلان والباكك بأنها مقاومة عظيمة ضد الظلم والطغيان، بينما تبرزها الدولة التركية كعملية مبهرة النجاح لجيشها، غير أنها ليست بمقاومة بطولية لأوجلان، كما أنها ليست عملية باهرة النجاح للجيش التركي. بل حقيقة هذه الأحداث هي أنها نتيجة محادثات ومفاوضات أجريت بين أوجلان وتركيا بين عامي 96 و 98. فمؤامرة 15 من شباط لها دلالة واحدة فقط، وهي أن الدولة العميقة في تركيا كلفت أوجلان بمهمة جديدة، وأبرمت اتفاقية جديدة بين الدولة وأوجلان. فقبل انقلاب 12 من أيلول 80 عبر أوجلان حدود بورسوس وكوباني عام 79 لسوريا، ورغم ما أشاعه وأبداه أوجلان من أن عبوره لسوريا كان نتيجة ذكاء العظيم ورؤيته المستقبلية، غير أن العديد من المحللين المختصين يعتقدون أن ابتعاث أوجلان لسوريا ومكوثه فيها تم بأيدي الدولة العميقة في تركيا. تمتلك الجمهورية التركية جذورا حضارية قديمة عميقة في مجال الدولة، لهذا ترى تركيا أن القضية الكردية مشكلة جدية وخطيرة تهدد أركان الدولة. فمنذ عام 60 يوجد ملف خاص بالقضية الكردية في أروقة تركيا، وعندما يرتب الإنسان المعلومات والأحداث ويقارن بعضها ببعض يتضح له أن عقلية الدولة العميقة في تركيا تقف وراء إرسال أوجلان لسوريا. فقد أدار أوجلان الباكك من سوريا الشام من عام 79 ولغاية 98، أي طيلة 19 عاما، ولم يخفي أوجلان مكوثه في الشام، مع أنه كان بمقدوره التنقل بسيارة خاصة وبحرية تامة من بين بيروت لسائر البقاع فدمشق وحلب واللاذقية، غير أنه لم يفعل، بل كان محط أنظار الزائرين من كافة أنحاء تركيا والعالم. عام 80 كان أوجلان يسكن في مبنى من 10 طوابق يسكن فيه أيضا مسؤول عسكري تركي. وفي عام 92 مكث أوجلان في فيلا من طابقين يشتمل على مسبح أيضا. وعامة أعضاء الباكك يقررون أن أوجلان بقي في تلك الفيلا خارج دمشق طيلة 8 أعوام دون أي حماية خاصة له، إذ لم يكن يعتقد أبدا أن تركيا ستستهدفه في ذلك المنزل. نعم، تم استهداف أوجلان بتفجير سيارة مفخخة في 6 من أيار 96، غير أن التفجير وقع بالقرب من مدرسة تربوية للباكك في دمشق. عام 2009 اعترف رجل الدولة العميقة في تركيا يالتشين كوتشوك بأنه حذر أوجلان بصدد ذاك التفجير، وأوضح كوتشوك أنه قام بهذه المهمة بأمر من رئيس الوزراء التركي آنذاك، أي أن جناحا للدولة التركية لم يكن يريد القضاء على آبو، لهذا حذروه. واتضح خلال جلسات محاكمة أرجانكون أن أوجلان كان يعيش في كنف جناح للدولة العميقة في تركيا، غير أن أيام مغادرة أوجلان لدمشق باتت قريبة. فيا ترى ما الذي حصل لكي تقرر تركيا فجأة مغادرة أوجلان لسوريا؟ غيرت الدولة العميقة التي كانت تدير تركيا خلال 97-98 من استراتيجيتها تجاه القضية الكردية، كون العالم كان يشهد تغييرات بات الكرد يحتل موقعا بارزا وهاما فيها. فهجوم صدام على الكويت يمثل بداية عصر جديد للكرد، وكان جنوب كردستان يمتلك حيزا في العملية السياسية. فمنذ تموز عام 91 تم الإعلان عن خط 36 لحماية إقليم جنوب كردستان، فتمت حماية الإقليم من قبل قوات المطرقة المتأهبة لقوات كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وعدت تركيا الأمر كعمل عدواني ضدها، وضاقت بتحركات الكرد وصعود كردستان الإقليمي. وقد أعادت انتفاضة جنوب كردستان خارطة كردستان على الواجهة الدولية، وكان صدام قد طرد مفتشين دوليين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة من العراق، ما جعل أمريكا تكثف من محاولاتها الجادة والسريعة لإنهاء نظام صدام حسين. في 24 من تشرين الثاني 97 أبرمت هدنة وقف إطلاق النار بين القوى السياسية في جنوب كردستان، وقد لعبت أمريكا دورا محوريا وخاصا لتوحيد الكرد. فرأت تركيا بأن الكرد في طريقهم ليكونوا قوة رئيسية في المنطقة،
وهذا ما سيزعزع تركيا، وأصبح ازدهار جنوب كردستان عامل تقوية للشعور الوطني والقومي للكرد ونقطة ملفتة للنظر. فأرادت تركيا الحد من هذا الوضع. لهذا الغرض قامت تركيا بصناعة كردها أي كرد تركيا وإشراكهم في هذه التحركات والأحداث. لهذا نتيقن من وجود مؤامرة في 15 من شباط للقضاء على نماء وازدهار القومية الكردستانية في الجنوب وخنقها. فأبرزت تركيا في موازاة الجناح القوميين الكرد المخلصين جناحا مواليا لها، مكلفة الرجل الذي كان راقدا في دمشق بتنفيذ المؤامرة الجديدة. فعندما كانت واشنطن تعتزم توحيد الصف الكردي، كانت تركيا منشغلة بصناعة بطاقة كردية، فانخرطت في تغيير مخططاتها تجاه خارطة القوى الدولية لكردستان. فأبرزت تركيا مخطط كرد تركيا كبديل. الخطوة الأولى: أجريت محادثات بين عبد الله أوجلان، يالتشين كوچو، دوغو برينجي. بعدها أجريت محادثات مباشرة مع الجيش التركي والشروع بمحطات اللقاءات والمحادثات. وكانت أولى هذه المحادثات عام 97 بشأن حماية أنبوب النفط باكو جيهان، وجرى اللقاء بين الباكيكا وتركيا في لندن، وقد شارك كاني يلماز ودبلوماسيين آخرين للباكيكا في هذه المحادثات. جرت المحادثات الأخرى لعام 97 بهولندا، حيث شارك أمر قوة من رئاسة الأركان العامة باسم الدولة التركية في هذه اللقاءات، ومثل الباكيكا كاني يلماز وشاهين جيلو. حوت المحادثات أسرارا عظيمة، ولبقائها سرا حاولت الباكيكا اغتيال كاني يلماز، وقد تزامن معه انشقاق يلماز من صفوف الباكيكا عام 2004، ويقوم بانتقاد أوجلان. بتزامن مع إجراء المحادثات في أوروبا، يتم رسم ملامح استراتيجية أخرى في تركيا. في آب عام 98 تظهر حقيقة وجه الدولة خلال اجتماع رئيس الأركان التركي، وتقرر بدء عملية جديدة. تبدأ العملية من خلال رئيس الأركان العامة لتركيا حسين كافاك أوغلو، عندما صرح في آب يجب على أوجلان مغادرة الشام. يشارك أوجلان في لقاء متلفز على ما تيفي في 28 من آب، ويقول: نعلن نحن الباكيكا هدنة وقف إطلاق النار من الأول من أيلول. وشارك ما يقارب من 20 إعلاميين أتراك في البرنامج، كما كان البرنامج يقدم من قبل الإعلام التركي المعروف تايفون طالب أوغلو، وكان عامة هؤلاء الإعلاميين موفدين من قبل قيادة رئاسة الأركان العامة التركية. بعدها وفي 15 من أيلول 98 صرح قائد العمليات البرية الجنرال آتيلا آتاش في هاتي الريحان الحدودية المتآخمة لسوريا مهددا دمشق: لا تختبروا صبرنا. الثانية في الأول من تشرين الأول عام 98 حذر رئيس الجمهورية التركي سليمان ديميريل قائلا: لقد نفذ صبرنا. والملفت للنظر أنه لم يوجه طلب من مسؤول تركي لسوريا بتسليم أوجلان، بل جل ما طالبته تركيا هو مغادرة أوجلان للأراضي السورية والتوجه لمكان آخر. إلى أين سيلجأ أوجلان؟ في 9 من تشرين الأول يخرج أوجلان من دمشق بجواز سفر مزيف باسم عبد الله ساركورت، وتتجه طائرته نحو أثينا بمطارها الكون. وبهذا الشكل يبدأ أوجلان رحلته للدول الأجنبية، ويمضي رحلة 130 يوما في التنقل بين الدول بطائرة خاصة. وآخر طائرة استقلها أوجلان توجهت من كينيا نحو اسطنبول، وكانت نهاية هذه الرحلة واضحة منذ بدايتها. وينبغي ألا تغفلنا قضية مغادرته من سوريا وتنقلاته بين الدول عن حقيقة الأحداث، إذ يحاول البعض تغطية الحادث بهذا الأسلوب. بعد اعتقال أوجلان تستطيع القول بأنه تم اتهام الكل بالتضلع في هذه العملية عدا تركيا. فحسب قول أوجلان فإن أمريكا وإسرائيل وروسيا وبريطانيا واليونان وباقي أنظمة العالم شاركوا في إحاكة مؤامرة لاغتياله والقضاء على الباكيكا، غير أن الحق أنه لا توجد أي قوة تحاول قتل آب والقضاء على الباكيكا، إذ أنها ليست أصلا بقوة حتى يتم إنهاؤها. فلو أرادت أمريكا والقوى العالمية ذلك لأجهزوا على أوجلان في دمشق، فالقوة التي استطاعت اغتيال قاسم سليماني في بغداد ألا تستطيع اغتيال أوجلان في الشام؟ فمما لا شك فيه أن استهداف أوجلان لم يكن في الحسبان. كذلك ما يشاع من أن قتل أوجلان كان سيتسبب في اندلاع حرب دائمية بين الكرد والأتراك كذب محض، فأوجلان لم يمت ولم
يعدم. ورغم هذا فحرب الدولة التركية متواصلة بحق الكرد، فما زالت تمارس إبادة الكرد في سلكان وعفرين. فأوجلان يبرر استسلامه لتركيا بأنه اضطر على البقاء حيا للحؤول دون وقوع حرب عظيمة بين الأتراك والكرد، غير أن حرب الأتراك العنيفة للقضاء على الكرد وإبادتهم مستمرة رغم بقاء آبو حيا. لماذا لم يتوجه آبو لكردستان لدى مغادرته دمشق؟ كان الأولى بأوجلان أن يختار اللجوء لكردستان عوض خياراته الأخرى، غير أنه لم يفضل التوجه نحو جبال كردستان، تلك الجبال التي أرسل آبو آلاف شباب الكرد إليها لتحرير وطنهم، مع أن العديد من قادة الكرد بقوا سنوات في تلك الجبال، علما أن إدارة جنوب كردستان الباردي واليكاتي كان قد بعثا برسالة لأوجلان طلبا منه القدوم لكردستان، وأنهما على أتم الاستعداد لحمايته. كما دعت إيران أيضا آبو بالقدوم لطهران، غير أنه أغلق الباب أمام هذه الرسائل والطلبات. ومع أن روسيا قد منحته حق الإقامة فيها، غير أنه لم يبقى هناك، كما لم يبقى بإيطاليا رغم تأكيدها له بأنهم لن يسلموه لتركيا. وقبل 10 أيام من اعتقاله كان قد قال لروزران: أعتقد أنه حان وقت العودة للبيت. فأوجلان يرى أن ذهابه لجبال كردستان ينطوي على مخاطر على حياته بخلاف تنقله بين الدول. موقف أوجلان لدى اعتقاله وتصرفاته بعدها تبدد الشكوك والغموض على عودته لتركيا. يتحدث أوجلان والباكك عن نضال ومقاومة عظيمة، غير أن ما أبداه أوجلان من مواقف في المحاكم التركية كان مثيل ما أبداه زكي، أي موقفه مشابه لموقف شمدين ساك، ولا فرق بينهما، فشمدين ساك انشق عن الباكك عام 98 وعاد لتركيا، وعدته المحاكم التركية ضمن الشهود السريين وأبدى العديد من الاعترافات، غير أن موقف أوجلان أمام تركيا أضر أكثر بمكتسبات الكرد ومنجزاتهم. فعندما كان أوجلان على متن الطائرة اعترف كشخص عادي، حيث قال: أمي تركيا وأنا مستعد لخدمة تركيا. فأوجلان الذي كان يتحدث لكوادره خلال أعوام عن مقاومة وبطولات المعتقلين في السجون التركية، غير أنه لما جاء دوره في المقاومة نسي مواقفه الحماسية وحميته وأغفلها، واعترف حتى بما لم يسأل عنه. فالمشكلة الأساسية هي أن أوجلان كلف بمهمة جديدة ضد الكرد. فعندما توجه من روسيا لإيطاليا في 12 من تشرين الثاني، أجرت صحيفة أوزغورك بولتي حوارا معه قال فيه: خرجنا من أنقرة حزبيين وأصبحنا جيشا في الشرق الأوسط وفي أوروبا سنصبح دولة. إلا أنه بعد 3 أشهر وعلى متن الطائرة التركية قال: أحب تركيا كثيرا، أحب الشعبين التركي والكردي، ولو أتاحت لي الدولة الفرصة فسأقدم خدمات جليلة لها. فمن كان يدعي بأنه بمضي لأوروبا سيصبح دولة غير أفكاره خلال يوم وليلة، وقال بأن تأسيس دولة كردية هي بمثابة إسرائيل الثانية في المنطقة، وسيجعل من الشرق الأوسط بركة دماء. فقد التقى أوجلان والدولة التركية على مسار مشترك ويسيران معا ضد وجود دولة كردستان. فقد أصبح آبو متحدثا ومستشارا بل ودليلا قضية تركيا العظيمة في الشرق الأوسط. فموقف أوجلان لا يخرج من أطر المخطط التركي للقرن 21 ويصنع مشاريع سياسية للحفاظ على المصالح التركية الإقليمية وفي كردستان. لهذا فآبو ليس أسيرا أو معتقلا في إمرالي، فالوضع في إمرالي هو أن أوجلان يدير دورا هاما في الاستراتيجية التركية، ويحاول أن يجعل من تركيا قوة أساسية وعظيمة سواء في كردستان أو عامة الشرق الأوسط، وهو يناضل من أجل هذا الهدف.